السلام عليكم طلبة تالتة اعدادي، عاملين ايه؟ النهارده هنحل مسائل اخطر بتاعة الجبر. في ناس كتيرة بتشتكي من مسائل الاخطر، بتقول لي يا مستر الامتحان كله بيبقى سهل الا مسائل الاخطر بيبقى فيه تراكمات، بيبقى فيه حاجات من القديم ما بنعرفش نحلها. النهارده ان شاء الله احنا جمعنا لكم كل المسائل الاخطر اللي في المحافظات بتاعة السنة اللي فاتت وهنحلها مع بعض ان شاء الله. يلا نبدأ بسم الله. هنا بيقول لي هنا في اول سؤال مجموعة اصفار الدالة د س بتساوي د س س سالب 5 في ح، هي مين؟ عايز مجموعة أصفار الدالة. احنا اتفقنا في الحصة اللي فاتت لما يقول لي مجموعة أصفار الدالة يبقى الدالة نفسها تساوي صفر. يعني د س يساوي صفر. فين د س يا مستر؟ اللي هي دي، يعني س ناقص 5 بتساوي صفر، تطلع الخمسة بره الناحية التانية بعكس الإشارة، يعني الس بكام دلوقتي؟ ب5، فأنا هختار المجموعة 5. دي كده أول واحدة. طيب تاني واحدة. تاني واحدة بيقول لي هنا إذا كان س سالب ص بتساوي 2 وس تربيع سالب ص تربيع بتساوي 12 فإن س زائد ص بتساوي كام؟ إيه ده؟ أنا شايف هنا س سالب ص وشايف هنا س زائد ص وده س تربيع سالب ص تربيع. طب أنا عارف إن المقدار ده فرق بين مربعين اللي هو كده س تربيع سالب ص تربيع، كان بيتحلل كده يا مستر، أفتح قوسين س تربيع تبقى س في س، ص تربيع تبقى ص في ص، واحدة سالب واحدة موجب. حلو؟ هو بيقول لي الكلام ده أصلا بيساوي كام هنا؟ 12، ده كده بيساوي 12. طيب س سالب ص هو مديها لي ب2، يبقى 2 في س زائد ص بتساوي 12. أنا عاوز س زائد ص، أقسم دي على الاتنين ودي على الاتنين، دي راحت مع دي، يبقى س زائد ص بتساوي 12 على الاتنين فيها الكام دلوقتي؟ 6، فأنا هختار هنا 6. تمام؟ إيه اللي بعديها؟ هنا بيقول لي هنا مجموعة حل المعادلة س تكعيب يساوي 8. س تكعيب بتساوي 8، يبقى س بس هتساوي الجذر التكعيبي لل8 بتساوي كام دلوقتي؟ 2. هنا ما بكتبش موجب وسالب، بكتب الموجب والسالب قبل الجذر التربيعي بس. تمام؟ يعني مثلا لو كده لو س تربيع بتساوي 16 يبقى س بس هتساوي موجب وسالب جذر ال16. تمام؟ يبقى بتساوي موجب وسالب كام دلوقتي؟ 4. طب افرض مثلا كانت كده، كانت س تربيع زائد 16 بيساوي صفر، تطلع 16 بره الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى س تربيع هيساوي سالب 16. المفروض س بس هتساوي موجب وسالب الجذر التربيعي لسالب 16. هو ينفع يبقى في سالب تحت الجذر التربيعي؟ لا، يبقى هنا اقول له ده لا ينتمي لح، اذا مجموعه الحل تساوي ايه دلوقتي؟ تساوي فل. دي الافكار بتاعتي. تمام؟ فانا هنا طبعا المساله دي كانت كده، يبقى هنا مجموعه الحل كام دلوقتي؟ المجموعه 2. تمام؟ ايه اللي بعديها؟ مسألة احتمالات. بيقول لي إذا كان في فضاء عينة لتجربة عشوائية ما وكان أ مجموعة جزئية من ف، دي كده اسمها مجموعة جزئية. وأ شرط هو الحدث المكمل، فإن لام أ زائد لام أ شرط. بص هو هنا الحدث والحدث المكمل بتاعه ده مجموعهم هما الاثنين بواحد، الاحتمالات يوم ما ربنا يكرمها هتطلع الأول، تمام؟ يبقى إيه؟ الحدث المؤكد بواحد. يوم ما خلاص يتخسف بقى الأرض يبقى كام؟ يبقى صفر، اللي هو الحدث الإيه؟ المستحيل. فدلوقتي الاحتمالات اصلا كلها ما بين الصفر، اي احتمال لازم يكون ما بين الصفر وما بين مين؟ وما بين الواحد. حلو الكلام؟ اللي هو كده ممكن اعمله بالشكل ده، لام تنتمي من صفر لغايه واحد. تمام؟ ده كده بالشكل ده اسمه الحدث الممكن. اي حدث في الدنيا، الصفر ده الواحد ده قصدي اللي هو الحدث المؤكد، والصفر اللي هو اسمه الحدث ايه؟ المستحيل. تمام؟ نرجع للسؤال بتاعنا. هنا بيقول لي لام أ زائد لام أ شرطه، ده هما الاثنين بيساوي كام؟ مجموعهم بيساوي 1. تمام؟ ايه اللي بعديها؟ تمسح من ايه؟ ايوه. هنا ده كلام من التراكم بتاع السنه اللي فاتت. اذا كان أ عدد نسبي لا يساوي الصفر ونون ينتمي لصاد المجابه، صاد المجابه اللي هي الاعداد الصحيحه الموجبه، فان أ اس سالب ن. ايه هو الكلام ده اصلا؟ لما يقول لي أ اس ن مثلا اديها لك بالارقام عشان تفهمها. لما اقول لك مثلا 5 اس 2، 5 اس 2 دي بكام؟ ب 25. طب افرض انا قلت لك 5 اس سالب 2، هخليها 1 على 25، هنزلها تحت في المقام.
تمام؟ يعني لو ممكن اعملها كده برضو، ادي 5 اس 2. تمام؟ دي خلاص دي ب 25 زي ما اتفقنا. دي ممكن اخليها كده 5 اس سالب 2، ممكن اخليها 1 على 5 اس 2، نزلتها كده في المقام. طب هو مديها لي هنا بالرموز بالشكل ده كده. هو مديني الف عدد نسبي، هو هنا عايز الف اس سالب ن. الاس لما يبقى سالب انزله تحت، الف اس سالب ن اخليها 1 على الف اس ن، اللي هي فين هنا؟ اللي هي هنا. تمام؟ اللي بعديها مسألة زي دي. إذا في المعادلة أ س تربيع زائد ب س زائد ج بيساوي صفر، حيث أ وب وج أعداد حقيقية. تمام؟ تكون معادلة من الدرجة الثانية بشرط إيه؟ إمتى دي تكون معادلة من الدرجة الثانية؟ لازم يكون فيها س تربيع. والس تربيع ده تمام عشان يكون موجود ثابت معاك على طول لازم يكون الرقم ده أي رقم في الدنيا إلا إنه يكون الصفر. فهنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك أ لا يساوي مين عشان تبقى معادلة من الدرجة الثانية؟ أ لازم لا يساوي صفر. حلو الكلام؟ يبقى 1 2 سالب 1 سالب 2 مش مشكلتنا، بس اي رقم في الدنيا الا الصفر. تمام؟ خلصت المساله دي، نخش في اللي بعديها. هنا بيقول لي في المساله دي مجال الداله. مجال الداله دي داله كسريه. المجال بتاع الداله الكسريه بيساوي ح ناقص مجموعه اصفار المقام. اصفار مقام يعني لما اساوي المقام ده بالصفر، لما اساوي المقام ده بالصفر اللي هو س ناقص 1 بيساوي صفر، يطلع الواحد بره، تبقى س بكام دلوقتي؟ بواحد. يبقى المجال بيساوي ح ناقص المجموعه كام؟ 1. فهمناها؟ اللي بعديها السؤال ده، إذا كان كاف و3 حلا للمعادلة دي. يعني إيه كاف و3 حلا للمعادلة دي؟ يعني السين هي اللي بكاف والصاد هي اللي بمين؟ هي اللي ب3. فأنا هنا هعمل كده، هو مديها لي كده 2 س سالب ص بيساوي 7، هشيل السين، هشيل السين اكتب مكانها كاف تبقى 2 كاف سالب، هشيل الصاد اكتب مكانها 3 يبقى 2 كاف ناقص 3، الكلام ده بيساوي 7. انا عايز الكاف بيت معادله عاديه تطلع 3 بره الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، تبقى 2 كاف هتساوي 7 زائد 3، تبقى 2 كاف هتساوي 10، اقسم على الاثنين هنا وعلى الاثنين هنا، دي راحت مع دي، تبقى الكاف بكام؟ كاف ب5. تمام؟ اختار 5. اللي بعديها السؤال ده من اهم الاسئله اللي بتيجي في اختر. سؤال في الدرس الاول بتاع مجموعه حل المعادلتين من متغيرين في الدرجه الاولى. هنا بيقول لي ايه؟ عدد حلول المعادلتين دول س زائد ص بيساوي 3 وس زائد ص بيساوي 2. تمام؟ هنا كان ليه طريقه حل بالميل، بس دي طريقه طويله شويه انا ما بحبهاش. تمام؟ في طريقه اسهل منها بكتير هقولها لك دلوقتي، فركز معايا فيها عشان مهم. تمام؟ السؤال ده مضمون في الامتحان في مسائل اختر، سؤال مهم جدا جدا. هنا بيقول لي ايه؟ س زائد ص بتساوي 3 وس زائد ص بتساوي 2. انا هعمل ايه؟ اكتب معادلتين تحت بعض. المعادله الثانيه تحتيها س زائد ص بيساوي 2. تمام؟ احاول اظبط الارقام بتاع السين والصاد يكونوا شبه بعض. تمام؟ يعني هنا السين هنا بكام؟ المعامل بتاعها 1، والمعامل بتاع السين اللي تحت برضو كام؟ 1، فالسين زي السين. طب الصاد برضو الرقم بتاعها كام؟ 1، والرقم الثاني كام؟ 1. يعني في المنطق الميلين دلوقتي ميل الاول سالب معامل س على معامل ص سالب 1 على 1 اللي هو بيساوي سالب 1، وهنا برضو نفس الكلام. سالب معامل س على معامل ص ادي سالب 1 على 1 برضو بكام؟ بسالب 1. فالميلين بيساوي بعض، الميلين بيساوي بعض، يبقى انت عندك حالتين. الحاله الاولانيه ان هم يكونوا متوازيين، المستقيمين متوازيين، والحاله الثانيه ان هم يكونوا منطبقين. تمام؟ لو متوازيين بالشكل ده كده فمش هيتقاطعوا ابدا، فهنا مفيش حل، يبقى عدد الحلول بيساوي صفر. او لو هما منطبقين يعني هما الاثنين على بعض بالشكل ده، يبقى هنا تقاطعوا في نقط كتيره جدا، يبقى هنا عدد الحلول عدد لا نهائي من الحلول.
طب انا يا مستر هعرفهم منين؟ متوازيين ولا منطبقين؟ من الرقم الاخير اللي هو ده. كام الرقم ده؟ اللي فوق هنا 3 واللي تحت 2. لو اللي فوق 3 واللي تحت 3 يبقى منطبقين، يبقى المستقيمين زي بعض بالظبط، يبقى هنا في عدد لا نهائي من الحلول. طب لو الرقم اللي فوق غير الرقم اللي تحت يبقى كده متوازيين، يبقى عدد الحلول كام؟ 0. السؤال ده متكرر كتير جدا معانا في المحافظات، هنشوفه كتير معانا قدام. فهنا المستقيمين دول متوازيين. متوازيين يبقى عدد الحلول بيساوي كام دلوقتي؟ بيساوي 0. تمام. نركز في السؤال ده، نركز في نوعيه الاسئله دي مهمه جدا، هنشوفها تاني. هنا في السؤال ده بيقول لي اذا كان الف وب حدثين من فضاء نواتج ف لتجربه عشوائيه، وكان الف مجموعه جزئين من ف. الف مجموعه جزئين من ف، هو عايز لام الف فرق ب. طب تعالى نشوف الاولانيه دي. يعني ايه الف مجموعه جزئين من ب؟ يعني مثلا السبوره دي مجموعه جزئيه من المكان اللي احنا فيه، من الاستوديو اللي احنا فيه، فاهمني؟ الورقه اللي معاك اللي انت بتكتب عليها مجموعه جزئيه من الكشكول اللي انت بتكتب فيه، فاهمني؟ طيب مجموعه جزئيه، فانا بستفاد حاجتين. التقاطع بيديك الصغير، يعني الف تقاطع ب بيديك الصغير اللي هو مين؟ الف. ده الصغير وده الكبير يعتبر دلوقتي. تمام. طب الاتحاد اللي هو الف اتحاد ب يديك الكبير اللي هو ب. تاني دي يبقى الف مجموعه جزئيه من ب، التقاطع بيديك الصغير والاتحاد بيديك مين؟ الكبير. تمام. طيب هو عاوز ده لام الف فرق ب. لام الف فرق ب من قوانين الاحتمالات الحرف الاول ناقص التقاطع، الحرف الاول اللي هو لام الف ناقص التقاطع اللي هو لام الف تقاطع ب. احفظ القانون ده. يبقى لام الف فرق ب الحرف الاول ناقص التقاطع. طب افرض هو كان مديك لام ب فرق الف مثلا، يعني برضه الحرف الاول اللي هو لام ب ناقص التقاطع. التقاطع ممكن انت تكتب له ب تقاطع الف، ممكن تكتب له الف تقاطع ب، مش تفرق معانا في اي حاجه، لان الف تقاطع ب هي ايه؟ ب تقاطع الف. تمام. هو مش عايز دي دلوقتي اصلا، انا بس كتبتها لك عشان تكون عارفها. تعال نشوف اللي هو عايزها. هو عايز لام الف فرق ب، الحرف الاول اللي هو لام الف ناقص التقاطع. طب التقاطع اداني مين؟ اداني الصغير اللي هو لام الف برضه. لام الف ناقص لام الف يبقى الكلام ده بيساوي كام دلوقتي؟ 0. تمام فهمناها؟ طيب افرض طب هو قال لك مثلا لو قال لك الف فرق ب بس، الف فرق ب بس ما اكتبش الصفر. خلي بالك انا كاتب لك لام وهنا ايه؟ انا بقول لك الف فرق ب بس، هما في فرق بين الاثنين. ايوه لام لما يديك احتمال لازم انت تكتب رقم، لازم تكتب ايه؟ رقم. لما يديك احتمال يبقى ده بيساوي 0. طب ادالك الف فرق ب بس من غير احتمال يبقى انت تكتب له فوق. ركز في دي وركز في دي. يبقى لما يديك احتمال لازم تكتب رقم، 1 بقى 2 3 مش مشكله، ما فيش 2 3 يعني نص ربع كده يعني، فاهم؟ لكن لما ما يديكش احتمال يبقى ده بيساوي ايه؟ بيساوي فاي. طيب مساله تاني. السؤال اللي بعديه بيقول لي هنا اذا كان س تربيع زائد ك س زائد 9 مربع كامل. يعني ايه مربع كامل يا مستر؟ مربع كامل زي كده. بص لما اقول لك مثلا س تربيع زائد 6 س زائد 9، كنت انا بعرف من طب ما ده ينفع يكون مقدار ثلاثي بسيط. انا معاك ينفع يكون مقدار ثلاثي بسيط. امال ايه اللي يميزه ان هو يكون مربع كامل؟ بيبقى الاول ده ليه جذر تربيعي اسمه س، والاخير ده ليه جذر تربيعي اسمه 3، ولما اضرب ده في 2 هيديني اللي في النص. جرب كده، س في 3 ب 3 س، في 2 ب 6 س، ادي اللي في النص. حلو. فقال له خلاص انا عرفت ان الكاف دي هتكون كام؟ 6. مش بس كده، اللي في النص ده ممكن يكون موجب او سالب، لازم اكتب الاشارتين. فانا هنا هختار موجب او سالب 6. ده تراكم انت خدته السنه اللي فاتت في التحليل. تمام فهمنا دي؟ طب نقولها تاني. يبقى انا عرفت منين ان ده مقدار ثلاثي مربع كامل؟ بيبقى الاول ليه جذر تربيعي والاخير ليه جذر تربيعي. حلو الكلام. لما اضرب ده في 2 يديني اللي في النص اللي هو كام؟ س في 3 ب 3 س، في 2 بكام؟ ب 6 س. بس لازم اكتب الاشاره بتاعته ايه؟ موجب او ايه؟ او سالب. تمام. طيب اللي بعديها هنا برضو سؤال تراكمي نخلي بالنا منه. بيقول لي هنا نصف العدد 2 أس 10. يعني ايه اصلا نص العدد؟ انا لما اقول لك مثلا نص ال20 او نص الستة، انا مثلا لو قلت لك نص 6 هتقول لي والله يا مستر 6 ايه ده؟ لو انا قلت لك نص ال6 هتقول لي 6 على 2، 6 على 2 فيها الكام؟ على 3.
قلت لك مثلا نص ال 8 يبقى 8 على 2 فيها الكام؟ الاربعه. طب ما هنا قلت لك نص العدد ده، انا مش دعوه العدد ده اسمه ايه، انا قلت لك عايز نصه، هتقول لي 2 اس 10 هو كده على كام؟ على 2. طيب ده اس 10، طب الاثنين اللي تحت اس كام اصلا؟ اس 1. هنا عند الجسم انا بطرح الاسس، يبقى هنا هقول له 2 اس 10 ناقص 1. 10 ناقص 1 يبقى كام دلوقتي؟ يبقى 9. يبقى دي 2 اس 9 اللي هي الاختيار ده. تمام فهمناها؟ ايه اللي بعديها؟ ده احتمالات اذا القي حجر نرد منتظم مره واحده فان احتمال ظهور عدد زوجي. حجر النرد اللي هو الظهر بتاع السلم والتعبان، في كام وش؟ في 6 اللي هم من 1 ل 6. في كام عدد زوجي ممكن يظهر؟ في 3 اللي هم 2 و4 وكام؟ و6. فالاحتمال بتاع ظهور عدد زوجي اقول له ده بيساوي 2 و4 و6 دول 3 ارقام على عددهم كام؟ 6. 3 على 6 اللي هو كام على كام دلوقتي؟ 1 على 2 اللي هي الاختيار ده. طيب اللي بعديها هنا الجذر التربيعي ال 25 سالب 9 بيساوي 5 ناقص كام؟ في ناس دلوقتي ممكن تغلط تقول لي بص يا مستر اشغل دماغي، هو هنا مديني جذر، هنا مديني 25 وكاتب لي جذرها 5، فالتسعه يبقى جذرها كام؟ 3. تمام الكلام ده ممكن يكون غلط. ليه؟ اقول لك ليه؟ ده 25 ناقص 9، 25 ناقص 9 16 اصلا، جذر ال 16 كام؟ 4. جذر ال 16 كام؟ 4. يبقى الكلام ده ب4 اصلا، ده كده ب4. طب 5 ناقص كام يدينا 4؟ 5 ناقص 1. فانا هكتب كام دلوقتي؟ 1. فهمناها؟ طيب اللي بعديها دي حلينا شبهها من شويه اللي هي كانت صاد تكعيب بتساوي 8، فان صاد بس بتساوي كام؟ دي بتبقى الجذر التكعيبي بتاع ال8 اللي هي المجموعه كام دلوقتي؟ المجموعه 2. تمام؟ اللي بعديها هنا اهو السؤال اللي انا قلت لك عليه مهم جدا بتاع عدد الحلول. بيقول لي هنا اذا كان المعادلتين س زائد 4 ص بيساوي كام؟ 7 و3 س زائد ك ص بيساوي 21. الكلام ده ليه عدد لا نهائي من الحلول. يعني لازم يكونوا مالهم منطبقين صح؟ في ح في ح، فان ك هتساوي كام؟ دي هتتحل ازاي؟ بصوا يا باشا قلت لك تكتب المعادلتين تحت بعض، ادي س زائد 4 ص بيساوي كام؟ 7. والناحيه الثانيه 3 س زائد ك ص الكلام ده بيساوي 21. حلو؟ هنا خلاص انا عرفت ان هم منطبقين عشان في عدد لا نهائي من الحلول. تمام؟ طيب منطبقين انا هستفاد ايه؟ لازم تبقى المعادله دي شبه دي بالظبط بالظبط تيبيكال في كل الارقام في كل اي حاجه بالاشارات بكله، فاهمني؟ طيب انا عايز اخلي دي زي دي بالظبط. اخليها ازاي زي دي بالظبط؟ بص السين دي مضروبه في كام؟ في 3، يبقى انا هضرب المعادله دي كلها في 3. اضرب دي في 3 في س ب 3 س واكتبها كده تحتيها اهي. تلاتة في س بعد كده 3 في 4 بكام؟ ب 12 ص بيساوي 3 في 7 بكام؟ ب 21. بص بالظبط في كل حاجه، ادي السين زي السين، هيبقى الكاف بكام دلوقتي؟ الكاف بتساوي 12، فهنا هكتب الكاف هتساوي 12. حلو؟ طب افرض ما كانوش منطبقين، المفروض يعني بعيد عن السؤال ده كانوا مثلا متوازيين، فالرقم ده زي ما قلت لك هيتغير مع الرقم ده. طب مش متوازيين ومش منطبقين، افرض كانوا متقاطعين يا مستر. متقاطعين لو انت ظبطت السين زي السين الصاد مش هتبقى زي الصاد. طبعا الرقم الاخير ده ماليش دعوه بيه. تمام؟ طيب تعال نشوف اللي بعديها. الدرس ده او المسائل دي مجموعه اصفار الداله دي، زي ما اتفقنا من شويه لما يقول لي اصفار الداله، اصفار الداله فانت تساوي الداله بالصفر. يعني هنا د س بيساوي صفر اللي هو س سالب 1 الكل اس 2 في س زائد 2، الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي صفر. حلو؟ اقسم الصفحه نصين، يا ده بيساوي صفر س سالب 1 اس 2 بيساوي صفر، يا ده بيساوي صفر س زائد 2 اس 2. عندك طريقتين حل، ممكن تفك القوس ده مربع الاول مربع الثاني الاول في الثاني في 2، او لما يبقى في قوس اس 2 بيساوي صفر يبقى القوس نفسه او اللي جوه القوس نفسه هو اللي بيساوي صفر. يعني هنا س سالب 1 بيساوي صفر، يطلع ده بره الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يعني هنا الس بكام؟ بواحد. طب هنا يطلع ده بره الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يعني هنا الس هيساوي كام؟ سالب 2. حلو؟ يبقى دلوقتي الاصفار كام وكام؟ 1 وسالب 2 اللي هي فين؟ اللي هي دي.
فهمناها؟ ماشي. اللي بعديها هنا العدد المكون من رقمين. عدد مكون من كام رقم؟ من رقمين. رقم الآحاد س ورقم العشرات كام؟ ص. هو مين في دول؟ عدد مكون من رقمين. يعني ايه مثلا من رقمين؟ يعني مثلا 32. ده رقم الآحاد وده رقم ايه؟ العشرات. طب عايز اكتبها بصيغة رموز بالشكل ده، اكتبها ازاي بصيغة رموز؟ لو انا قلت له مثلا 10 س ص، احنا قلنا اتفقنا لو مثلا لو الرقم 32، تعال نجرب في الكلام ده. هنا 10 زائد س 10 س في ص، ده ال10 اهي، السين بكام؟ ب2 والصاد ب3. حلو الكلام؟ 2 في 10 ب20، 20 في 3 بكام؟ 20 في 3 ب60. ده ب 32. لا، يبقى الكلام ده غلط. تمام. طب س زائد ص، س زائد ص، س زائد ص لو السين ب2 والصاد ب3، 2 و3 كام؟ 5. 32. لا غلط برضه. طب ص زائد 10 س، احنا اتفقنا ان ده الاول وده الثاني، عشان هو بيقول لي رقم الآحاد س، يعني ده السين وده رقم العشرات اللي هو الصاد. تعال نشوف دي كده. هو مديني ص زائد 10 س. تمام. الصاد بكام؟ الصاد انا اتفقت ان هو ب3 زائد 10 في السين اللي هي ب2. 2 في 10 ب20 و3 يبقى كام؟ 23. اوعى تغلط وتقول 3 زائد 10 13 في 2. غلط، انت بتعمل الضرب بعد كده الجمع والطرح. اخر واحده اللي هي س زائد 10 ص، انا اشيل السين اكتب مكانها 2 وادي ال10 والصاد اكتب مكانها 3. تمام. هنا تعمل الضرب في الاول 3 في 10 ب 30 و2 يبقى كام؟ 32. هي دي اللي طلعت معايا. تمام. انا هنا عشان بس اوريتها لك بالتفصيل، لكن هنا لها طريقه حل اكتر اسرع من كده بكتير، اللي هي ايه؟ هنا عدد رقم الآحاد اسمه س والعشرات اسمه ص. لو عايز اكتبه كده، ادي العدد يساوي رقم الآحاد اسمه س، اكتب كده. رقم العشرات اسمه ص، اكتب كده، بس اكتب قبل العشرات كام؟ 10. طب لو في رقم للميات مثلا، يعني ادي المئات هسميه مثلا عين، عايز اكتبه هنا اقول زائد 100 عين. فهمتها؟ طيب اللي بعديها يبقى انا رخم امشي بقى. هنا برضو ده يعتبر من التراكمي شويه. هنا زوج مرتب، ده كده اسمه زوج مرتب يساوي زوج مرتب، فالمفروض السين بيساوي السين والصاد بيساوي الصاد. السين بيساوي السين اللي هي 5 واس س بيساوي 25. 25 اصلا اللي هي كام اس كام؟ 5 اس 2. اساس بيساوي اساس يبقى الاس بيساوي الاس، يبقى هنا السين ب2. طيب والناحيه الثانيه الصاد بتساوي الصاد، يعني هنا الصاد هتساوي كام دلوقتي؟ 3. فانا معايا السين ومعايا مين؟ الصاد. هو عايز س زائد صاد، س زائد صاد اللي هي 2 زائد 3. 2 زائد 3 يبقى كام؟ يبقى 5. اللي بعديها هنا بيقول لي نقطة تقاطع المستقيمين دول س زائد 3 بتساوي 0 وصاد ناقص 5 بتساوي 0 في الربع الكام. الربع الكام دي الشبكة التربيعية، ده محور السينات وده محور الصاد. هنا كنت بتكتب الأرقام السين الموجبة، هنا السالبة، هنا صاد الموجبة، هنا السالبة. طيب المعادلة الأولانية س زائد 3 بتساوي كام؟ بتساوي 0. تطلع دي بعكس الإشارة، يعني السين بيساوي سالب 3. تمام. طب هنا صاد ناقص 5 بتساوي 0، تطلع دي برضو بعكس الإشارة، يعني الصاد بكام دلوقتي؟ ب5. أنا عايز أعرف دي في الربع الكام. تعال نشوف هنا، بص تعال نشوف هنعملها إزاي. هنا السين موجب ولا سالب؟ لا سالب، يبقى أنا مش هعملها في الناحية دي، أعمل كده في الناحية السالبة. طب الصاد موجب ولا سالب؟ لا موجب، يبقى كده. ده الربع الكام؟ ده الربع الاول وده الثاني وده الثالث وده الرابع. بص بيلفوا حوالين بعض، ما اسمعش حد بيقول لي 1 2 3 4. غلط، 1 2 3 4 بيلفوا كده حوالين بعض. فهي في الربع الكام دلوقتي؟ الثاني. تمام. اللي بعديها دي حلنا شبهها من شويه. هنا أ تربيع سالب ب تربيع بتساوي 35 وأ سالب ب ب5. هو عايز أ زائد ب. ده بيجي منين؟ بيجي من هنا. ده فرق بين مربعين بيتعمل كده. أ تربيع يبقى أ في أ، ب تربيع يبقى ب في ب، واحدة سالب وواحدة إيه؟ موجب. تمام. هو مديني أ سالب ب ب5، يبقى 5 في أ زائد ب بيساوي 35. 5 في كام ب 35؟ 5 في 7، يبقى أ زائد ب هيساوي كام دلوقتي؟
هيساوي 7. هي راحت فين اهي؟ فهمناها؟ اللي بعديها مجموعة أصفار الدالة اتكررت كتير. مجموعة أصفار الدالة دالة س بتساوي س تربيع زائد 1. الكلام ده بيساوي كام زي ما اتفقنا؟ صفر. يبقى هنا س تربيع زائد 1 بيساوي صفر، يطلع الواحد بعكس الإشارة، يبقى س تربيع هيساوي سالب 1. يبقى س بس المفروض هتساوي موجب وسالب الجذر بتاع السالب 1. ينفع يبقى فيه سالب تحت الجذر التربيعي؟ لا، يبقى ده لا ينتمي للحق. يبقى إذا مجموعة الحل هتساوي إيه دلوقتي؟ هتساوي 4. مسألة حلوة دي. إذا كان أ ب بيساوي 1 وب ج بيساوي 4 وأ ج بيساوي 9، فإن أ ب ج بيساوي كام؟ تمام، كمل كده السؤال. بيقول لك أ ينتمي للحاء الموجبة، العدد الحقيقية الموجبة كلها، وب برضه ينتمي للحاء الموجبة، وج برضه ينتمي للحاء الموجبة. هنحل دي ازاي؟ بص كده، احنا عايزين أ وب وج مضروبين في بعض، هما التلاتة. أعمل كده. دي أ ب ودي ب ج ودي أ ج. ايه الطريقة الوحيدة اللي انا اخلي التلاتة جنب بعض؟ ان انا اضرب التلاتة اصلا في بعض. يعني انا هعمل كده، بص ادي أ ب في ب ج في أ ج. خليت التلاتة مضروبين في بعض. طب درب كده، انت عندك كام ألف هنا؟ واحدة وادي واحدة، يبقى هنا أ تربيع. وب ادي 2، يبقى كده ب تربيع، وج وج يبقى دي 3، يبقى كده ج تربيع. حلو؟ طيب دول اصلا كانوا بيساوي كام؟ أ ب كانت هنا بواحد، في ب ج كانت هنا ب4، في أ ج كانت ب9. يبقى 1 في 4 ب9، 4 في 9 ب36. يبقى انا عملت أ تربيع وب تربيع وج تربيع بيساوي كام؟ بيساوي 36. طب انا مش عايزهم بالتربيع، انا عايزهم من غير تربيع، عايزهم كده. اعملها ازاي؟ بص هعمل كده، ممكن دي تبقى كده، ادي أ ب ج الكل اس 2، ده بيساوي 36. يبقى أ ب ج بس بيساوي موجب وسالب الجذر بتاع مين المفروض؟ بتاع ال 36، عشان اتفقنا من شويه قبل الجذر التربيعي لازم اكتب موجب وسالب. يبقى ده هيساوي موجب وسالب كام؟ 6. يبقى أ ب ج بموجب وسالب 6. حلو؟ طيب انا اختار ال6 ولا السالب 6 عشان هنا مش مديني الموجب والسالب. ركز كده في باقي السؤال، بيقول لك أ ينتمي ايه؟ الاعداد الحقيقيه الموجبه، وب برضه نفس الكلام، وج برضه نفس الكلام. يبقى دي كلها اعداد ايه؟ موجبه، فانا مش عاوز سالب خالص. يبقى دلوقتي هقول له ان أ ب ج هيساوي كام دلوقتي؟ هيساوي 6. السؤال اللي بعديه مديني هنا، بيقول لي إذا كان أ وب حدثين متنافيين من فضاء يعني لتجربة عشوائية، وكان فإن لام أ تقاطع ب. أ تقاطع ب؟ طب هو أصلا بيقول هنا متنافيين. يعني إيه متنافيين؟ متنافيين يعني مش هيتقاطعوا أبدا. يبقى هنا أ تقاطع ب يساوي ف. طب لو قلت لك لام أ تقاطع ب، زي ما اتفقنا معاك من شويه، اول ما يديك احتمال تشم ريحه اللام دي، الاحتمالات تكتب مكانها كام، لازم تكتب رقم. حلو؟ لكن لو كتب لك كده من غير لام تكتب له ايه؟ تكتب له 5. طبعا انا هنا هكتب ايه؟ هنا هكتب 0. مش هتقاطع ابدا، فاحتمال تقاطعهم ده احتمال مستحيل، فاهمني؟ اللي هي بتبقى بكام؟ ب0. لكن لما يقول لي أ تقاطع ب بس تبقى دي ايه دلوقتي؟ تبقى دي 4. فهنا انا هختار مين هنا؟ هختار 0. خلي بالك، بص بيجيب لك ال0 والفاء عشان تغلط. تمام؟ فخلي بالك. اللي بعديها هنا بيقول لك عايز ايه؟ عايز ابسط صوره. ابسط صوره للداله دي، دال س بتساوي س سالب 2 على 2 سالب س. عايزين ابسط صوره ليها، حاسس ان هي تساوي 2. تمام؟ دي اللي هي بتاعت اصفار المقام، مالكش دعوه بيها. تمام؟ انا عايز اعمل دي ابسط صوره. طب بص يا مستر، انا شايف دي س سالب 2 واللي تحت 2 سالب س، هما شبه بعض، الارقام زي الارقام والسين زي السين بس مش متظبطين. انا عايز اظبطهم. اظبطهم ازاي؟ بص يا باشا، لو هي 2 سالب س وانت مش عاجباك دي، انت عاوزها س سالب 2، اعمل ايه؟ زي ما هي كده بالظبط، اعملها جوه قوس واكتب قبلها سالب. بس هي ايوه هي. بص طب تعالى نجرب كده. هضرب السين السالب هنا وهنا، سالب في س بسالب س، سالب في سالب بموجب، يبقى كام دلوقتي؟ 2. يبقى انا خليت الاثنين موجبه زي هنا والسين سالبه زي هنا، فهي فاكمل دي كده. اقول له ده بيساوي س سالب 2 على اللي تحت، خلاص انا هخليها س سالب 2 برضه، بس اكتب قبلها سالب من بره. س سالب 2 دي هتروح مع س سالب 2 دي، يبقى فاضل لك ايه دلوقتي في البسط؟ 1 وفي المقام سالب 1. 1 على سالب 1 يبقى بيساوي كام؟ سالب 1.
اللي بعديها هنا إذا كان نون 1 س بيساوي 1 على س سالب 3 ونون 2 س بيساوي س على س زائد 3 س سالب 3 برضه، وكان نون س اللي احنا عاوزينها بيساوي نون 1 س اللي هو ده زائد نون 2 س اللي هو ده. ايه ده؟ دي قلبت مساله جمع يا مستر بتاع جمع الكسور. في جمع الكسور انا لازم اوحد المقامات صح؟ الحمد لله متوحدين هنا. هنا س سالب 3 متوحدين. هجمع البسط 1 زائد س اللي هم دول كده اللي هي س زائد 1، ممكن اخليها س زائد 1 على س سالب 3. تمام. طب تعال نشوف هو عايز ايه اصلا. هو عاوز مجال نون اس سالب 1 اللي هو مجال المعكوس الضربي. مجال المعكوس الضربي ح ناقص مجموعة أصفار البسط والمقام. أصفار البسط والمقام اللي هي مين دلوقتي؟ مين هنا؟ لما تساوي ده بالصفر يبقى الس بسالب 1، ولما تساوي ده بالصفر يبقى الس بكام دلوقتي؟ ب3. المسألة كده إيه؟ خلصت. يبقى ح ناقص سالب 1 و3. تمام. اللي بعديها هنا برضو ده من التراكمي شويه. اذا كان 2 اس س بيساوي 3 او هو هنا عايز نص اس كام؟ نص اس س. بص الاثنين بيجت نص. لو الاثنين دي مقامها 1 خليها هنا 1 على 2. طب ما الثلاثه دي برضو مقامها 1 اشمعنى دي؟ طب ما انا اخليها 1 على 3 زي ما عملت هنا. تاني كده الاثنين دي اصلا مقامها كام؟ 1. بيجت كام على كام؟ 1 على 2 يعني جلبها. طب ما انا زي ما جلبت هنا اجلب هنا. فاهمني؟ دي 3 على 1 اخليها كام على كام؟ 1 على كام؟ 1 على 3. تمام. ايه اللي بعديها؟ هنا برضو السؤال ده اتكرر تاني. اذا كان المعادلتين س سالب ك ص بيساوي ل و2 س سالب 4 ص بيساوي 1 عدد لا نهائي من الحلول. عدد لا نهائي من الحلول زي ما اتفقت معاك لازم يكون المعادلتين متطابقتين. متطابقتين يعني دي تبقى زي دي بالظبط. طب بص كده الاولانيه ادي س سالب ك ص بتساوي ل. الثانيه 2 س سالب 4 ص هتساوي كام برضه؟ هتساوي 1. هو عايز ل بكام وكاف بكام واضربهم في بعض. طيب يا باشا انا معاك. لازم اخلي دي شبه دي بالظبط. تمام. دي س لكن دي كام س؟ 2 س، فده معناه ان انا هضرب الاولانيه دي في 2 صح كده؟ طيب تعالى نضرب دي في 2 يبقى 2 س سالب 2 ك ص بيساوي 2 ل. الثانيه تحتيها 2 س سالب 4 ص بيساوي كام؟ بيساوي 1. لازم تبقى دي شبه دي بالظبط. طب خلاص انا ظبطت الاثنين زي الاثنين اهي زي ما انت شايف. تمام. يبقى الرقم ده اللي مع الصاد بيساوي الرقم ده اللي مع الصاد، يعني هنا سالب 2 ك هتساوي سالب 4. قسمت على السالب وقسمت على الاثنين. دي راحت مع دي تبقى الكاف بكام؟ الكاف ب2. تمام. طيب الرقم اللي مع الصاد زي الرقم اللي مع الصاد والحد المطلق يساوي الحد المطلق، يعني هنا 2 لام يساوي 1. انا عايز اللام اقسم على الاثنين يبقى اللام هنا بكام دلوقتي؟ بنص. حلو. يبقى الكاف ب2 واللام بكام؟ اللام بنص. هو عايز اضربهم في بعض ادي نص في 2. نص في 2 بكام؟ ب1. تاني المسألة دي هنا تاني اهي عشان لو فيها فكرة بس صعبة شوية. بيقول لي هنا المعادلتين دول عدد لا نهائي. عدد لا نهائي فلازم يكون معادلتين زي بعض بالظبط في كل حاجة. تمام. اول واحده كانت س سالب 2 ص بيساوي ل و2 س، والثانيه 2 س سالب 4 ص بيساوي 1. لازم يبقى زي بعض بالظبط. هنا الس مضروبه في 2 فلازم اضرب المعادله دي كلها في 2. بص 2 س سالب 2 ك ص بيساوي 2 ل، ضربتها كلها في 2 ودي اللي تحت اتكتبت زي ما هي. خلاص هما الاثنين متطابقين. ادي خليت الرقم اللي مع الس زي الرقم اللي مع الس، يبقى الرقم اللي مع الصاد هيساوي الرقم اللي مع الصاد والحد المطلق الناحيه الثانيه بيساوي الحد المطلق الناحيه الثانيه. بس وسويت دول ببعض وسويت دول ببعض والمساله كده ايه؟ خلصت. طيب اللي بعديها هنا بقى فكره مهمه، دي فكره حلوه. اذا كانت نقطه راس منحنى للداله التربيعيه
الداله التربيعيه اللي كانت بترسم حرف يو لفوق او لتحت. تمام. ده الداله في الداله التربيعيه ده س بتساوي ا س تربيع زائد ب س زائد ج، هي 1 وكام؟ 1 و4، دي نقطه راس منحنى. وأ اكبر من الصفر. فإن عدد حلول المعادله بيساوي كام؟ ركز معايا في السؤال ده عشان مهم. بص دي الشبكه التربيعيه. تمام؟ وهنا برضو نفس الكلام، وهنا برضو نفس الكلام. حلو؟ طيب. تعالى هنا ايه؟ نشتغل. الشبكه التربيعيه ده محور سنتي وده محور سنتي. الداله التربيعيه كانت بترسم كده، يا اما كده كده حرف اليو بس بالشكل ده، او بالشكل ده، او بالشكل ده. حلو؟ طيب هنا فين الحلول بتاعتها، وهنا فين الحلول، وهنا فين الحلول؟ الحلول اللي هي نقط تقاطع مع محور السينات. هنا اتقطعت في رقمين اللي هي لام وميم. 1 و2 3 و4 مش مشكلتنا، بس هم ايه؟ هم رقمين. طب هنا نقطة تقاطع برضو مع محور السينات، هنا مست محور السينات في النقطة دي، يبقى هنا مجموعة الحل الرقم ده اللي هو نفترض انه لام. طب هنا قطعت محور السينات؟ لا، فهنا مفيش حل، يبقى هنا مجموعة الحل بتساوي ايه المفروض؟ فاضي. تمام؟ طب تعال نقارن بالمعادلة اللي هو مديها لي. هو بيقول لي دي معادلة تربيعية تمام التمام، نقطة رأس المنحنى بتاعتها كام وكام؟ 1 و4. يعني لو الرسمة كده هنا السين ب1، هنا الصاد ب4، نقطة رأس المنحنى 1 و4 ومرسومة كده. طب انا عرفت منين ان هي لفوق؟ عشان هو بيقول لي ان الالف اكبر من الصفر فاترسمت لفوق. لكن لو جالي ان لو قال لي ان الالف اصغر من الصفر يبقى تترسم من تحت، هترسم كده. ادي 1 و4 تترسم كده. حلو الكلام؟ لكن هنا بيقول لي ايه؟ الالف اكبر من مين؟ الالف اكبر من صفر فاترسمت لفوق. طب هنا يا مستر الرسمه دي في تقاطع اصلا مع محور السينات؟ لا، ما شبه كده، يبقى هنا مفيش حل، يبقى مجموعه الحل ايه دلوقتي؟ مجموعه الحل فوق م ح يساوي فوق. طب هو مش هنا مش عايز مجموعه الحل، ده بيقول لي عدد الحلول. عدد الحلول يعني يا اما حلين زي كده عدد الحلول 2، يا اما حل واحد بس زي كده عدد الحلول 1، يا اما مفيش هنا حل فعدد الحلول كام؟ صفر. هو هنا بيقول لي خلاص هنا مفيش حل، يبقى عدد الحلول في النهايه بيساوي كام دلوقتي؟ بيساوي صفر. فكره مهمه دي ركز عليها. تمام؟ عشان في ناس ممكن كتيره جدا تغلط فيها. طيب السؤال اللي بعديه، إذا كان جذر س بتساوي 2 فإن نص س بتساوي كام؟ جذر س بيساوي 2. أنا مش عايز الجذر، عشان أخلص من الجذر لازم أربع الطرفين. التربيع بتارك الجذر، يبقى هنا س بكام؟ س ب2 ب4. تمام؟ س ب4. طيب أنا عاوز نص س. نص س يعني نص ال4. نص ال4 يبقى بيساوي كام؟ بيساوي 2. اللي بعديها هنا بيقول لي إذا كان أ ب بيساوي 2 وأ ب تربيع بيساوي 18، عايز ب بكام؟ طيب هنا أ ب ب2 ماشي عرفناها. طب دي أ ب تربيع بيساوي 18. أ ب تربيع أنا ممكن أفكها بالشكل ده، أفكها إزاي؟ ب تربيع ده اصلا معناها ايه؟ معناها ب في ب، صح كده؟ ده بيساوي 18. طب ا ب لوحديها ب2 يعني 2 في ب بيساوي 18. 2 في كام؟ 18 في 9. اقسم ده على 2 ده على 2 تبقى هنا الب يساوي 9. هو كان عايز الب بكام؟ يبقى الب بكام دلوقتي؟ ب9. فهمناها؟ طيب المساله اللي بعديها، هنا بيقول لي إذا كانت 2 و5 هي مجموعة حل المتباينة دي في ح. متباينة أهي أنهي متباينة فيهم؟ تمام. مبدئيا كده ممكن أحلها بمجرد النظر على فكرة. بمجرد النظر إزاي؟ الاتنين دي مكفولة صح؟ والخمسة دي مكفولة، يعني السين في الناحيتين عندها يساوي. يعني مثلا دي هنا في يساوي عند الواحد، ففي رقم بس المكفول ورقم مفتوح، هنا لا مش هتنفع. دي بمجرد النظر. وهنا واحد برضو مكفول واحد مفتوح، دي برضو مش هتنفع. هنا الرقمين ما عندهمش يساوي فالاثنين مفتوحين، هي دي بس اللي فيها يساوي، فالمفروض يبقى ايه؟ هي دي المتباينه بتاعتي.
طب انا مش عارف الكلام ده، انا عايز احلها ازاي؟ تعالى نحل دي. هنا س سالب 1 اكبر من او يساوي 1 اصغر من او يساوي كام؟ 4. انا عايز الس لوحدها، لازم تطلع الواحد بره هنا وهنا الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. يبقى هنا 1 زائد 1 وهنا 4 زائد 1. الكلام انت خدته السنه اللي فاتت. 1 زائد 1 2، 4 1 كام دلوقتي؟ 5. بس اهي هي دي اللي شغاله معاك، اللي هي 2 و5. اللي هي كده ادي س تنتمي للفتره من فين لفين؟ من 2 لغايه 5، وهما الاثنين مالهم؟ مكفولين بالشكل ده زي ما انت شايف. اللي بعديها السؤال ده برضو يجي تاني. في المسألة اللي فاتت كان بيقول لي المستقيمين الممثلين المعادلتين دول بيقول لي ليهم عدد لا نهائي من الحلول. تمام، انا كنت بستفاد ان هما الاثنين زي متطابقين بالظبط. هنا بيقول لي متوازيين. متوازيين يعني ايه متوازيين؟ اقول لك دلوقتي يعني ايه متوازيين. متوازيين يعني كده، بص المعادله الاولانيه س زائد 3 ص بيساوي 4. الثانيه 2 س زائد ك ص بتساوي كام؟ بتساوي 11. فان ك هتساوي كام؟ لو منطبقين كنت انا بعمل ايه؟ المعادله دي مضروبه في 2 اضرب دي في 2 زيها، يبقى اللي فوق زي اللي تحت بالظبط في كل حاجه. لكن هنا بيقول لي ايه؟ متوازيين هيبقى ايه؟ بص رقم السين هو رقم السين، ورقم الصاد زي رقم الصاد، بس الرقمين دول متغيرين. طب تعال نظبط دي نخليها شبه دي. ازاي؟ اعمل كده، دي مضروبه في 2 اضرب دي في 2، يبقى هنا 2 س زائد 6 ص بيساوي كام؟ 8. طيب دي خلاص زي ما هي بتتكتبش، ادي 2 س زائد ك ص بيساوي كام؟ 11. لو كانوا منطبقين كان الرقم ده هيبقى زي الرقم اللي تحت، لكن هم هنا مش منطبقين فالرقم ده يتغير. تمام؟ طيب هم كده خلاص متوازيين الاثنين زي الاثنين اهي. تبقى الكاف هتساوي كام دلوقتي؟ الكاف هتساوي 6 اهي. تمام فهمناها؟ اللي بعديها هنا مجموعة أصفار الدالة دي. مجموعة أصفار الدالة السؤال ده اتكرر كتير جدا، يبقى الدالة بتساوي 0. الدالة اللي هي 2 سالب س على 7 الكلام ده بيساوي 0. ده أصلا مقامه كام؟ 1. ممكن أضرب مقص أو ممكن أقول له طالما هنا البسط بيساوي 0 يبقى هنا البسط بيساوي 0، أو مقدار بيساوي 0 يبقى البسط هو اللي بيساوي 0. يبقى هنا 2 سالب س هي اللي بتساوي 0. تطلع دي الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى سالب س هيساوي سالب 2. السالب راح مع السالب يبقى الس بكام؟ ب2. اللي بعديها إذا ألقي حجر نرد منتظم مرة واحدة فإن احتمال ظهور عدد فردي. قلنا العدد الفردي هم كام عدد فردي؟ 3 على كام؟ 3 على 6. 3 على 6 اللي هي كام على كام؟ 1 على 2. اللي بعديها السؤال اتكرر تاني اهو بتاع عدد الحلول. هنا إذا كان المعادلتين س زائد 3 ص بتساوي 7 و2 س زائد 4 زائد ك ص بتساوي 14، عدد لا نهائي من الحلول. عدد لا نهائي من الحلول يبقى لازم اخلي المعادلتين زي بعض بالظبط. طيب دي 2 س زائد ك ص بتساوي 14. اضرب دي اضربها في 2 عشان تبقى زي دي. 2 س زائد 6 ص بتساوي 2 في 7 بكام؟ ب 14. بص بقت زي بعضها بالظبط في كل حاجه. يبقى الكاف هنا بتساوي كام؟ الكاف هنا هيساوي 6. فهمناها؟ اللي بعديها هنا إذا كان ن س بتساوي س سالب 3 على س زائد 2، هو عاوز ن أس سالب 1 س. قبل ما أعوض خلي بالك، قبل ما تعوض لازم تجيب المجال بتاع الدالة دي. مجال ن أس سالب 1 ده بيساوي ح ناقص مجموعة أصفار البسط والمقام. أصفار البسط هنا كام؟ 3، وأصفار المقام سالب 2. تمام؟ معنى ايه اصلا المجال ده؟ معنى انت ينفع تعوض بقى الحاضي معناها اي رقم الا الرقمين دول ما ينفعش تعوض بيهم. تمام؟ طب انا هنا هعمل ايه؟ هو بيقول لي هنا عوض لي يا باشا بنون اس سالب 1 3. طب ما الثلاثه هي هنا اصلا بيقول لك ما تعوضش بيها، يبقى انا اقول له غير معرفه. لو قال لك السبب ليه؟ لان الثلاثه دي لا تنتمي للمجال. فانا هختار ايه دلوقتي؟ هختار غير معرف. فهمنا؟ نخلي بالنا من الكلام ده. السؤال اللي بعديه
ده برضه يعتبر من التراكمي شويه. خدته السنه اللي فاتت. اذا كان 6 اس س بيساوي 12 فان 6 اس س زائد 1 بتساوي كام؟ طب افكرك كده بالكلام انت خدته السنه اللي فاتت. انت خدت السنه اللي فاتت مثلا بقول لك س اس 2 في س اس 3. كنا احنا بنقول يا مستر عند الضرب بنعمل ايه؟ بنجمع الاسس. حلو الكلام. يبقى دي س اس كام؟ 5. طيب لما كنا بنقول برضه لو س اس 6 على س اس 2 كنا بنقول عند الجسم بنطرح الاسس يبقى 6 ناقص 2 بكام دلوقتي؟ ب4. طيب لما اقول لك 6 اس س زائد 6 اس س في 6 اس 1. حلو برضه يا مستر نفس الكلام، ما احنا لسه جايين هنا عند الضرب بعمل ايه؟ بجمع الاسس. يعني هنا اقول له 6 اس س زائد 1. حلو، يعني احنا دلوقتي انا وانت متفقين ان 6 اس س زائد 1 اللي هو ده، صح؟ طيب ما هو هنا مديك 6 اس س زائد 1. هنا هو مديها لك بالشكل ده، انت بقى تفكها له يا باشا، تقول له 6 اس س في 6 اس 1. طيب 6 اس س لوحديها بكام؟ ب 12. يبقى ده 12 في 6 اس 1 اللي هي ب 6. 6 في 12 بكام؟ ب 72. فين هي؟ اهي. فهمتها؟ تمام. اللي بعديها هنا بيقول لي هنا اذا كان احتمال وقوع الحدث أ هو 25%. فإن احتمال عدم وقوع أ، عدم وقوع أ اللي هو أ شرط اللي هو المكمل بتاعه. لو احتمال نجاح طالب مثلا 9/10 فاحتمال رسوب 1/10 عشان يبقى مجموعهم هما الاثنين بواحد. لو احتمال نجاح طالب 90% يبقى احتمال رسوبه 10% عشان برضه يكونوا هما الاثنين مجموعهم بكام؟ ب 100% او 1. طب هنا بيقول لك احتمال وقوع الحدث 25%، فاحتمال انه ما يوجعش يبقى كام؟ يبقى 75%. 75% اللي هي 3/4. اللي هي اصلا كانت 75 على 100 لو انت مش عارف. 75 على 100 تعملها بالاله تديك 3/4. تمام. اللي بعديها هنا السؤال ده كده 9 في س. بيقول لك اذا كان س عدد سالبا انا مش عارفه كام، فان اكبر الاعداد الاتيه هو مين؟ اكبرهم. طب تعالى نشوف. س انا مش عارفه، ممكن اسميه مثلا س بيساوي -1. اشمعنى -1 يا عم؟ اي رقم سالب يا عم، بس -1 يعني اخف واحد فيهم. فان اكبر الاعداد الاتيه هو مين؟ طب تعالى نعوض كده. اشيل السين هنا اكتب مكانها -1. 9 موجب في -1 اللي هي 9 -1 بيساوي 8. طب هنا 9 سالب في -1 سالب في سالب بموجب 1 يبقى 9 و1 كام دلوقتي؟ 10. يبقى ده 8 وده 10. طب هنا 9 في س، 9 في س اللي هي 9 في -1. 9 في -1 اللي هي -9. ايه ده صغير جدا ده. طب هنا 9 على س اللي هي 9 على -1 اللي هي برضه بتساوي كام؟ -9. هو عايز اكبر واحد في دول. اكبر واحد في دول اللي هو كام؟ اللي هو 10 اللي هو ده. فهمناها؟ اللي بعديها لسه حالين شبهها دي من شويه، اللي هي كانت جذر ال 100 ناقص 36. 100 ناقص 36 يبقى 64. 64 جذرها 8. 10 ناقص كام يديك 8؟ 10 ناقص 2. فانا هنا اختار المجموعه كام؟ المجموعه 2. تمام. اللي بعديها اذا القي حجر نرد منتظم مره واحده فان احتمال ظهور عدد اقل من 3. ايه اللي هيظهر اقل من 3؟ في 1 وفي 2 من حجر النرد. كام واحد دول؟ 2 على كام؟ على 6. 2 على 6 يبقى كام على كام؟ 1 على 3. اللي بعديها لسه جايلينها من شويه دي، لسه من مسألتين اللي فوق. اللي بعديها دي برضو لسه جايلين شبهها من شويه بس دي ايه؟ بتتنسي. إذا كان أ ب بيساوي 12 وب ج بيساوي 20 وأ ج بيساوي 15 ويديك هنا أ ينتمي لحاها الموجبة وب ينتمي لحاها الموجبة وج ينتمي لحاها الموجبة، يعني أعداد حقيقية موجبة، فإن أ ب ج. برضو قلنا عشان أجمع التلاتة مع بعض لازم أضرب ده في ده في ده، يعني هنا أ ب في ب ج في أ ج أضرب كده أ في أ بأ تربيع، ب في ب بب تربيع، ج في ج بج تربيع. تمام. طب ده أصلا كان بكام؟ كان 12 في 20 في 15.
تمام. شوف ده بكام والرقم اللي يطلع تجيب جذره، يبقى هنا أ ب ج بيساوي جذر الرقم ده. شوف بقى هيطلع معاك بكام عشان مش عارف. تمام. اللي بعديها إذا كانت مجموعة الحل للمعادلة س تربيع سالب أ س زائد 4 بيساوي صفر في ح هي فاضي. مجموعة الحل هي فاضي. تمام. فإن أ يمكن أن تساوي كام؟ يمكن أن إيه؟ أن تساوي كام؟ يعني مجموعة الحل هي فاضي، يعني الكلام ده مش هيبقى ليه تحليل أصلا. فكرك بحاجة. لما كنا بناخد مثلا س تربيع سالب 4 بتساوي صفر، كنا احنا بنطلع دي بره الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. يبقى هنا س تربيع بتساوي 4، يبقى س بس هتساوي موجب وسالب جذر الاربعه اللي هي كام؟ اللي هي 2. طب لما كانت بتبقى كده س تربيع موجب 4 بتساوي صفر، يطلع الاربعه بره، يبقى س تربيع هتساوي سالب 4، يبقى س بس هتساوي المفروض موجب وسالب الجذر التربيع بتاع السالب 4. هنا طبعا ما كانش ينفع ده، كنت بقول لا ينتمي لح، فمجموعه الحل هتساوي فاي. حلو. فهو هنا بيقول لك مجموعة الحل هي فاي، فالمفروض اصلا ما يكونش ده موجود عشان تبقى كده س تربيع زائد 4 بتساوي صفر. لو هي بالشكل ده تمام هيبقى مجموعة الحل فاي. طيب امال ده معناه ايه؟ معناه ان الالف اصلا مش موجود، ان الرقم ده اصلا مش موجود، وعشان يكون السين مش موجود لازم يكون المعامل بتاعها اللي هو الف لازم يكون بيساوي صفر. هنا بيقول لك فان الف يمكن ان تساوي كام؟ يبقى يمكن ان تساوي كام دلوقتي؟ صفر. اللي بعديها هنا إذا كان 17 س زائد 51 ص بتساوي 102، فإن 9 س زائد 27 ص بيساوي كام؟ طيب هنا أدي 17 س زائد 51 ص بتساوي 102. تمام. أقسم ده على 17 وده على 17 وده على 17. تمام. عايزين نحسبها دي. احسب كده يا أحمد، احسب دول كده بالآلة. معاك آلة؟ عشان احنا دماغنا فصلت بصراحة. واحد وخمسين على 17 دي فيها التلاتة، يبقى هنا س زائد 3 ص بتساوي، وهنا 102 على 17 هتساوي 6. يبقى المعادلة الأولى دي خليناها كده. طيب هو هنا بيقول لك 9 س زائد 27 ص، يعني هي السين دي ضربها في 9، فأنا هضربها كلها في 9. 9 في س زائد 3 في 9 في 27 ص. بص اتظبطت أهي. هكمل في 9، 6 في 9 بكام؟ ب4 وكام؟ ب 54. فأنا هنا هختار ده. اللي بعديها راحت فين؟ السؤال اللي بعديه بيقول لك إذا كان مجموعة أصفار الدالة دي، أو هو عايز مجموعة أصفار الدالة دي د س بتساوي س تربيع سالب س سالب 2 على س تربيع زائد 4. لما يقول لك مجموعة الأصفار يبقى الدالة دي زي ما قلت لك دي بتساوي كام؟ بتساوي صفر. طالما بتساوي صفر يبقى البسط نفسه هو اللي بصفر. البسط هو اللي بصفر، يبقى س تربيع سالب س سالب 2 ده بيساوي صفر. ده مقدار ثلاثي بسيط. س تربيع يبقى س في س، عايزين عددين ضربهم 2 طرحهم 1 1 في 2. شرط الحد الاخير سالب، يبقى لشرطين مختلفتين الكبير ياخد اللي في النص، ده الكبير ياخد اللي في النص، ده سالب وده موجب. تقسم الصفحه نصين، يا اما س زائد 1 بتساوي صفر، يا اما س سالب 2 بتساوي صفر. يطلع الواحد بره بعكس الاشاره يبقى س بتساوي سالب 1. يطلع الواحد الاثنين بره بعكس الاشاره تبقى 2 بتساوي كام دلوقتي؟ 2. يبقى الاصفار كام وكام؟ سالب 1 و2. هي فين؟ اهي. تمام. اللي بعديها مجموعة حل المعادلتين دول. مجموعة حل المعادلتين دول اللي هي س زائد 3 بتساوي صفر، تبقى هنا س هتساوي سالب 3، ودي س سالب 5 بتساوي صفر، يعني هنا الصاد هتساوي 5. يبقى هنا م ح مجموعة الحل كام وكام؟ ده زوج مرتب عشان في س وصاد ما تنساش،
سالب 3 وكام؟ و5. بص هو مديلك ايه بالمجموع ومديلك بزوجي مرتب، فانا طبعا هختار فين هي؟ سالب 3 و5. تمام؟ ايه اللي بعديها؟ ولا 0 و1 مجموعه بالشكل ده؟ انا اعرفها منين دلوقتي؟ دي اعداد طبيعيه، اعداد طبيعيه يعني هي ايه؟ 0 و1 بس، رقمين بس. رقمين بس يبقى هي مجموعه مش فتره. الفتره دي كل الاعداد اللي موجوده ما بين الصفر لغايه الواحد، اللي هي الاعداد الكسريه والاعداد العشريه وكل الزيطه دي. فاهمني؟ طبعا دول ما ينتموش للاعداد الطبيعيه، فدي هختار مين ومين؟ 0 و1. فانا اخلي بالي واقرا السؤال كامل واركز فيه عشان ما اغلطش. السؤال اللي بعديه هنا برضو زي ما قلنا من شويه، اذا كان احتمال نجاح احمد في امتحان الجبر 85%، تمام، فان احتمال رسوبه كام؟ هكملها لغايه ال 100 تبقى كام؟ تبقى 15. 15%. 15% اللي هي 15 على كام؟ 15 على 100. لما قسمنا دي على الثلاثه فيها الخمسه، ده على الثلاثه او دي على الخمسه، هما الاثنين فيها تقسم على الخمسه. ده على الخمسه فيها الثلاثه، ده على الخمسه فيها الكام؟ فيها ال 20. تبقى كام على كام دلوقتي؟ 3 على 20. السؤال اللي بعديه برضه دي قلنا شبهها من شويه. 64 و36 يبقى 100. جذر ال 100 ده كام دلوقتي؟ 10. 8 زائد كام يديك 10؟ 8 زائد كام؟ 8 زائد 2. تمام. اللي بعديها احتمال الحدث المستحيل. احتمال الحدث المستحيل كام؟ 0. تمام. طيب اللي بعديها 2 أس س 2 أس س بيساوي 3، فإن س 8 أس س بتساوي كام؟ 2 أس س بتساوي 3. الاثنين دي بقت 8، يعني عمل لها ايه؟ حط الاثنين دي 3 في الأس، يعني خلاها 2 أس 3 س عشان تبقى كام؟ تبقى 8. فزي ما حط دي 3 حط دي 3 برضه، تبقى دي 3 أس 3. 3 أس 3 بكام دلوقتي؟ ب 27. تمام. اللي بعديها مجموعة أصفار الدالة، خلاص دي عرفناها، يبقى البسط بيساوي 0 وتحللها وكل الكلام ده. تمام. اللي بعديها دي برضه عملنا شبهها من شويه، اللي هو كان الفرق بين مربعين. هتحلل ده 7 في كام؟ ب 14. 7 في 2 عشان ده هيبقى قوسين س زائد ص وس سالب ص، ده اللي بيساوي 14. س زائد ص ب 7. 7 في كام يديك 14؟ 7 في كام؟ في 2. تمام. اللي بعديها هنا بيقول لك اذا كان لام الف يساوي 4 لام الف شرطه، فان لام الف هتساوي كام؟ ايه العلاقه اللي تجمعهم هما الاثنين اصلا؟ اللي تجمعهم هما الاثنين ان لام الف زائد لام الف شرطه، الكلام ده بيساوي 1 يا باشا، صح كده؟ طيب هنا مديك لام الف لوحدها بكام؟ ب 4 لام الف شرطه، يبقى دي ممكن اشيل دي واكتب مكانها 4 لام الف شرطه زائد لام الف شرطه، الكلام ده بيساوي 1. 4 من ده وهنا في 1 يبقى كام؟ يبقى 5 لام الف شرطه يساوي 1. انا عاوز لام الف شرطه بس. لام الف شرطه اروح جايسم على الخمسه، يبقى لام الف شرطه بكام؟ بخمس. طب انا عاوز لام الف بس. لام الف بس اللي هو 1 ناقص لام الف شرطه، اللي هو بيساوي 1 ناقص خمس. 1 ناقص خمس تبقى كام؟ 4 تخماس. 4 تخماس اللي هي كام؟ اللي هي 8 من 10. لو عملت بلاد هتديك 8 من 10. تمام. اللي بعديها المستقيمين دول، تمام، يتقاطعان في الربع الكام؟ 3 س زائد 5 ص بتساوي 0، و5 س سالب 3 ص بتساوي 0. تمام. طيب ممكن اخلي الاثنين كده شبه بعض بالظبط. هنا اصلا بص عشان تبقى عارف، هنا مفيش جزء مقطوع من محور الصادات، لا هنا ولا هنا، فدول يتقاطعين فين دلوقتي؟ يتقاطعين في نقطة مين؟ في نقطة الأصل. اللي بعديها المستقيمين دول مالهم؟
الممثلين المعادلتين دول متوازيين ولا منطبقين ولا متعامدين ولا متقاطعين وغير متعامدين؟ طب تعالى نشوف. مبدئيا بص، س زائد 5 ص بتساوي 1. الثانيه تحتيها س زائد برضو 5 ص بتساوي، اطلع ال8 بره يعني عشان اخليها زي دي، بتساوي 8. بص يا باشا، لو السين زي السين والصاد زي الصاد تمام والرقم زي الرقم يبقى منطبقين. طب السين زي السين، الصاد زي الصاد، الرقم مش زي الرقم، يبقى دلوقتي متوازيين. حلو. طب السين زي السين بس الصاد مش زي الصاد، طبعا انا ممكن اخلي السين زي السين زي ما اتفقنا من شويه. تمام. لو السين زي السين بس الصاد مش زي الصاد، او الصاد زي الصاد بس السين مش زي السين، فاهمني؟ يبقى دلوقتي متقاطعين. حلو الكلام. امال ليه متعامدين؟ دي متعامدين لازم يبقى ميل الاول في ميل الثاني بيساوي -1. ميل الاول اللي هو سالب معامل س على معامل ص. تمام. وميل الثاني برضه نفس الكلام. فدلوقتي مالهم هنا متوازيين. اللي بعديها دي خلاص قلنا شبهها من شويه. اعوض مكان السين باي رقم سالب. هنا بيقول لي اذا كان س بتساوي 3 احد الاصفار للداله دي. احد اصفار الداله، حلو الكلام، يعني لما تبقى الداله بتساوي 0 هيبقى الس بتساوي كام؟ بتساوي 3. ده معناها ايه؟ اساوي الداله دي بالصفر. لما اساوي الداله بالصفر يبقى البسط نفسه هو اللي بيساوي 0 واشيل الس اكتب مكانه 3. البسط اللي هو س تربيع سالب 2 س سالب ك ده بيساوي 0 واشيل الس اكتب مكانها 3، تبقى 3 تربيع سالب 2 في 3 سالب ك بيساوي 0. 3 تربيع ب9 سالب 6 سالب ك يتساوي 0. 9 ناقص 6 3. 3 ناقص ك بتساوي 0. يطلع ال 3 بره الناحيه الثانيه او الكاف بره الناحيه الثانيه، تبقى الكاف بكام دلوقتي؟ ب3. هي فين؟ اهي. اللي بعديها دي برضو خدنا واحده شبهها بس الثانيه كانت بالموجب. 6 أس س ب 12 و6 أس س سالب 1. احنا اتفقنا ان عند الجسم بطرح الاسس، صح كده؟ يبقى دي 6 أس س سالب 1. هو هنا مديك 6 أس س سالب 1، لا خلاص هتخليها 6 أس س على 6 أس 1 اللي هي بكام؟ ب6. طب 6 أس س بكام؟ ب 12 على 6 أس 1 ب6. 12 على 6 فيها الكام؟ فيها الاثنين. تمام؟ اللي بعديها إذا ألقي حجر نرد منتظم مرة واحدة، فإذا كان الحدث أ هو عدد ظهور عدد أولي. العدد الأولي اللي هو ليه عاملين بس نفسه الواحد، اللي هو ينفع يتقسم على رقمين بس، زي ال5 كان في كام يديك 5 مفيش غير 1 في 5. زي ال3 كان في كام يديك 3 مفيش غير 1 في 3. زي ال2. تمام. بس الواحد مش عدد أولي عشان لازم يكون ما أنت هتقول لي يا مستر 1 في 1 ب1. اشمعنى ده؟ عشان لازم يكون الرقمين غير بعض. 1 في 5 ب5، 1 في 3 ب3، 1 في 2 ب2، لكن مش 1 في 1. ما هنا ايه؟ نفس الرقم، فاهمني؟ طيب العدد الاولي احنا اتفقنا في حجر النرد اللي هم 2 و3 و5. والحدث بيه هو ظهور عدد فردي. العدد الفردي 1 و3 و5 برضه. فهنا لم الف تقاطع به. ايه التقاطع ما بين الاولي والفردي؟ ايه المشترك هنا وهنا؟ 3 وال5. 3 وال5 اللي هم كام رقم؟ رقمين. رقمين على ال6 يبقى كام على كام؟ 1 على 3. تمام. اللي بعديها ايه اللي حصل؟ دي حلنا شبهها. تمام. بس الثانيه كانت اللي هي كانت الف وب والكلام ده كله. هنا برضو نفس الفكره، ضربهم في بعض. هنا س ص في س ع في 1 على ص ع عشان هو عايز س بس. تمام. طيب س ص ب4 وس ع ب4 و1 على ص ع بكام؟ ب4 برضو. حلو الكلام. طيب س في س بس تربيع، ص تروح مع ص وعين تروح مع عين، يبقى هنا س تربيع بيساوي 4 في 4. 4 في 4 في 4 اللي هي 4 أس 3 اللي هي ب 64. س تربيع ب 64 يبقى س بس موجب وسالب الجذر بتاع ال 64 اللي هي بتساوي موجب وسالب كام؟ 8. دي س. بس هو بيقول لك اختار الاعداد ايه؟ الموجبه. حلو الكلام؟ فده معناه ان الس بس هتساوي كام؟ 8. فهمناها؟ السؤال اللي بعديه
السؤال اللي بعديه بيقول لي هنا مجموعه اصفار الداله دي د س زائد 2 بيساوي صفر، يبقى انا سواء بالصفر يبقى س تربيع زائد 2 بيساوي صفر، تطلع بعكس الاشاره، س تربيع يساوي سالب 2، يبقى س بس المفروض هتساوي موجب وسالب الجذر التربيع بتاع السالب 2، يعني هنا طبعا ده ما ينفعش، يبقى هنا مجموعه الحل ايه دلوقتي؟ فاي. انت عامه لقيت س تربيع بعدها سالب ماشي، بتاخد جذور الرقم. طب لقيت س تربيع بعدها موجب لا، يبقى دي فاي. حلو الكلام؟ طيب يعني مثلا لو كده، لو س تربيع زي ما قلنا من شويه سالب 4 بيساوي صفر، تطلع دي بره، يبقى هنا مجموعه الحل على طول كده جذور الرقم ده اللي هي كام وكام؟ 2 وسالب 2. طيب لو هي بالموجب، لو س تربيع زائد 4 بيساوي صفر، دي خلاص مجموعه الحل بتساوي فاي. تمام؟ اللي بعديها دي برضه حلنا شبهها، مسائل كده بتتكرر، احنا خلاص جراد ما نخلص. ا ب ب3 وا ب تربيع ب12، ا ب تربيع معناها ا ب في ب، عشان ب تربيع معناها ب في ب، ده بيساوي 12. ا ب ب3، 3 في ب بتساوي 12، 3 في كام ب 12؟ 3 في 4. تمام؟ اللي بعديها ا وب حدثين متنافيين من فضائل علم تجربه عشوائيه، وكان لام ا متنافيين. متنافيين يعني مش تقاطع ابدا، يعني ا تقاطع ب هيديك فاي، انا بركز كتير جدا على السؤال ده، ولام ا تقاطع ب هيديك صفر. الاحتمال لازم يديك رقم، الاحتمال لازم يديك رقم. ما خلاص يا عم العمال تتصل. هنا بكام ده؟ ده بصفر. تمام؟ اللي بعديها دي برضه قلنا شبهها 144 و25. شوف دي بكام؟ جذر 144 و25 يبقى 169، جذر 169 13، يبقى 12 زائد كام؟ زائد 1 يديك 13. تمام؟ اللي بعديها هنا عدد حلول المعادله دي معادله من الدرجه الاولى مالهاش غير حل واحد بس، فيها س اس واحد. تمام؟ اللي بعديها هنا بقى السؤال ده 3 أس 7 زائد 3 أس 7 زائد 3 أس 7. خلي بالك انت عند الضرب بتجمع الأسس، يعني مثلا لو هي 3 أس 7 في 3 أس 7 في 3 أس 7 ده ضرب، يبقى انا هجمع الأسس، يبقى اقول 7 و7 و7 21. لكن ده زائد 3 أس 7 زائد 3 أس 7 زائد 3 أس 7. تمام؟ عشان ما تلخبطش، دول كام واحدة؟ 3. تمام؟ ادي 3 في 3 أس 7. ايه ده؟ لا مش فاهم. مش فاهم. طب افرض مثلا قلت لك ان 3 أس 7 دي سميتها لك س، يبقى س وس وس، س وس وس اللي هم كام س؟ 3 س. 3 ايه؟ س. طب ما هي نفس الفكره، يعني كانها 3 في س. خلاص انا شلت س، كتبت مكانها كام أس كام؟ 3 أس 7. طب دي اصلا أس كام؟ 1. 3 أس 1 في 3 أس 7 هنا ضرب، يبقى عند الضرب انا بجمع الأسس، يبقى 3 أس كام دلوقتي؟ 80. هنا بيقول لي هنا عدد الحلول المستقيمين دول. شفت السؤال ده اتكرر كام مره؟ اتكرر كتير جدا. هنا ادي س زائد 2 ص بيساوي 5. الثانيه اكتبها تحتها برضه 2 س زائد 4 ص، واطلع ال10 بره الناحيه الثانيه عشان تبقى شبه دي، بيساوي كام؟ سالب 10. طيب انا هنا عاوز دي زي دي، اضربها في كام؟ اضربها في 2، يبقى 2 س زائد 4 في ص بيساوي 2 في 5 بكام؟ ب 10. ودي 2 س اللي هي دي كده خلاص، 2 س زائد 4 ص بتساوي كام هنا؟ سالب 10. بص السين زي السين، الصاد زي الصاد، فهي منطبقين يا متوازيين. ايه اللي يفرق لي الرقم الاخير؟ هما الاثنين زي بعض؟ لا، عشان ما تقوليش ما هما زي بعض، هما زي بعض عشان ده موجب وده سالب. تمام؟ فالرقم ده لو ده 10 وده 10 يبقى منطبقين، يبقى عدد لا نهائي من الحلول. لكن هنا متوازيين، دول كده متوازيين. متوازيين يبقى عدد الحلول كام؟ كام؟ صفر. صح. امال امتى يكون عدد الحلول واحد؟ لما يكونوا متقاطعين السين هتبقى زي السين، الصاد مش هتبقى زي الصاد، اللي انت بتحلها بالحذف او بالتعويض اللي احنا خدناها في اول درس. تمام؟ طيب السؤال اللي بعديه مجموعة حل متباينة دي في طه، دي برضه لسه جايلنا من شوية، اللي هي تبقى 0 1 اللي هي ايه؟ المجموعة اللي هي دي.
تمام. طيب السؤال اللي بعديه مجموعه اصفار الداله، عشان في ناس بتغلط في حوار اصفار الداله. اصفار الداله يعني تساوي الداله بالصفر، اللي هي سالب 3 س بيساوي صفر. حد هيقول لي دلوقتي، هسمع حد هيقول لي اودي التلاته من الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. غلط. هي دي مجموعه؟ لا. مطروحه؟ لا، دي مضروبه ما بينها وما بين الرقم، مفيش اي اشاره، فاهمني؟ طيب فهنا هيقسم على السالب 3 هنا وعلى السالب 3 هنا. دي راحت مع دي، تبقى الس بكام دلوقتي؟ بصفر. انت عامه لقيت س، لقيت س تربيع، لقيت س تكعيب، لقيت 5 س تربيع او 9 س تربيع، اي حاجه مضروبه في السين، يبقى الكلام ده، يبقى الس نفسها هتبقى بكام دلوقتي؟ بصفر. حلو. س بقى 1000 س اس مليون، فاهمني؟ الكلام ده بصفر. اللي بعديه أ وب على س من فضلنا تجربة عشوائية، وكان ب مجموعة جزئية من أ. ب مجموعة جزئية من أ، احنا ده قلناها من شوية. الاتحاد بيديك التقاطع، بيديك الصغير. ب مجموعة جزئية من أ. التقاطع اللي هي ب تقاطع أ أو أ تقاطع ب مش تفرق معايا كتير. بيديك الصغير. مين الصغير؟ اللي هو ب. والاتحاد بيديك الكبير. مين الكبير هنا؟ اللي هو مين؟ أ. فهو هنا بيقول لك الاتحاد، يبقى الاتحاد بيساوي مين دلوقتي؟ أ. اللي بعديها دي قلناها برضو، 2 اس 3 بتساوي 8. تمام. الاثنين دي، الاثنين اس 3 بتساوي 2 اس س بتساوي 3. هو عايز 8 اس س. قلنا دي الاثنين بيجي 8 خليها 2 اس 3. تبقى دي برضو 3 اس 3. 3 اس 3 اللي هي بكام؟ ب 27. دي كلها من المحافظات، انا مش مكرر اسئله، انا صورت لك المحافظات. كل مسائل اختر اللي فيها ايه جبتها لك في الحصه بتاعت النهارده. طيب اللي بعديها بس تمام. المسألة خلصت الحمد لله. ممكن اصور لك ان شاء الله مسألتين او 3 تاني النهارده بالكتير برضو في مسائل اختر ما اتحطتش في البي دي اف ده. تمام. فاسمعوا الفيديوهات دي، فيديوهات قويه جدا مهمه جدا، وربنا يوفقكم ان شاء الله، وان شاء الله نشوفكم السنه الجايه باذن الله. مع السلامه.